السلام عليكم خاوتي، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس. اللي ما راش مشترك يشترك معنا، وبلا ما نوصي خاوتي لايك لايك لايك. السلام عليكم، أتمنى الجميع بخير. متابعينا الكرام، حادثة انسحاب الرئيس تبون وعدم حضوره مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي قادها ولي عهد السعودية راها دايرة ضجة كبيرة. لكن في البداية خاوتي خليني نوضح الأمر للبعض، لأنه راه البعض يقول بأن الرئيس تبون انسحب من قمة المناخ، وهذا غلط. هي أولا الرئيس تبون كان حاضر منذ البداية في افتتاح قمة المناخ بمصر، لكن الانسحاب تاعه مش من هذه القمة، بل انسحب فقط من مبادرة التي قادها ولي عهد السعودية واللي سماها مبادرة الشرق الأوسط الأخضر. وخلال الكلمة تاع ولي عهد السعودية الرئيس تبون والوفد المرافق له انسحب، وخلالها ترك المقاعد فارغة كما راكم تشوفوا خاوتي في الصورة ظاهرة قدامكم. أما عن سبب الانسحاب مش كما راه تروج بعض الأطراف إلى أن بسبب التنافس الجزائري السعودي للانضمام إلى منظمة بريكس العالمية، لكن السبب بسيط خاوتي، وهي سياسة الند بالند التي باتت تنتهجها الجزائر في ظل القيادة الرشيدة للبلاد حفظهم الله. بمعنى أن السعودية ما حضرتش القمة العربية في الجزائر، والسعودية قال ودني ذراتي. اليوم الجزائر ردت عليه في الميدان، لو ودني ذراتي ذرتني لو والو، خلي لك كراسة فارغين. التعاملات لازم تتغير، تعاملات ند لند، نبيع ونشري معاك يا با بروبليم، باش ندخل تحت حمايتك وجناحك. انا راني كبير، انا ما نحتاج ندخل تحت جناحك. الجزائر ايضا انسحبت من مبادرة السعودية هذه المرة، والان نعطيكم متابعينا الكرام بعض الردود. هذا الرد تاع واحد سعودية كتب من السعودية، كتب: فضلت الجزائر عدم المشاركة في مبادرة الشرق الاوسط الاخضر برئاسة ولي عهد المملكة السعودية العظمى الامير محمد بن سلمان، لان رئيس الجزائر القوة الضاربة تبون هو قائد العرب وقائد الافارقة. راكم تشوفوا خاوتي كيف راهم يشوفوا فينا احنا ذروة، كي ما حضرش تبون ما حلبهمش، يقولوا تبون هو قائد العرب وقائد الافارقه. يا خويا احنا اللي يوقف معنا نوقفوا معاه، اللي ما يوقفش معنا ما نوقفوش معاه وما نحلبوش من التالي كاع. هذه هي سياسه الند بالند بالمعنى الحقيقي تاعها. الان خوتي هذا رد واحد جزائري او محلل جزائري اعتبره. الوفد الجزائري بقياده الرئيس تبون لم يحضر قمه مبادره الشرق الاوسط الاخضر التي يقودها محمد بن سلمان شخصيا. نعرب عن سعادتنا بتعافيه من اذنه، كما نطمئن الوفود ان السيد الرئيس راهم ديرونجي من ودنه نسدوا تاعه في البيرو، والا كان حاضرا للقمه. شكرا لتفاهمكم. يعني هذا من الاخير راه يقول باللي الجزائر ردت على عدم حضور ولي عهد السعوديه للقمه العربيه في الجزائر، وكان الرد قاسي جدا وعلى المباشر، خلى لهم الكراسه فارغين. تعجبني السياسه الجديده للجزائر اخويا، تفرحني. واحد من الناس نشوف كيما كنفرح، نشوف حاجه كيما كنفرح. الله يحفظهم، الله يخلينا القياده الرشيده في البلاد. والاخير خوتي لايك لايك لايك.